بيبدأ الفيلم بنشرة الأخبار وهي بتعلن عن انتشار فيروس مرض السعار بين البشر، وبيقولوا إن تم رصد حالات اتصابت بالفيروس ده أكتر من دولة في العالم، لدرجة إن منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة التأهب القصوى. ومع إن في كتير من الأطباء والعلماء أكدوا إن الفيروس ده معدي وإن هو هينتشر بشكل كبير في العالم كله، إلا إن حكومات الدول ما فرضتش أي قيود على السفر. ده غير إن في علماء بيقولوا إن حالات الإصابة بالفيروس ده مش مؤكدة. وبنروح لواحد اسمه جيري واللي بيكون في عربيته مع أسرته، وساعتها بيحسوا بحاجة غريبة بتحصل حواليهم، وبيعدي من فوقهم 3 طيارات هليكوبتر في خلال 5 دقايق. فبيشغل جيري الراديو وبيسمع هو ومراته كارين أخبار عن انتشار فيروس السعار في أكتر من 12 دولة، ولكنهم ما بيهتموش بالأخبار دي. وبيغير المحطة، وفجأة بيعدي من جنب جيري شرطي راكب الموتوسيكل وبيكسر مراية عربيته. فبينزل جيري علشان يجيب المراية، ولكن بيجي شرطي تاني وبيطلب منه يركب عربيته ما ينزلش منها. فبيسمع جيري كلامه وبيركب العربية وهو مستغرب من اللي حصل. وساعتها بتيجي عربية زبالة وبتخبط الشرطي وبتموته، وبيكون الشخص اللي سايق العربية دي ماشي بأقصى سرعة وبيخبط العربيات اللي قدامه كلها وبيدمرهم. فبيمشي جيري ورا عربية الزبالة علشان يفهم ايه اللي بيحصل، لحد ما عربية الزبالة بتتقلب في وسط الطريق. وساعتها بتيجي عربية إسعاف بتخبط في عربية جيري وبيعملوا حادثة، ولكن جيري ومراته ما بيحصلهمش حاجة. وبيطمن على بناتهم ريتش وكوني وبيكونوا كويسين. وبعدها بينزلوا كلهم من العربية، وبيلاحظ جيري ساعتها ان الناس بتجري بسرعة وكأنهم بيهربوا من حد بيطاردهم. وبيشوف جيري واحدة ست شكلها غريب بتهجم على العربية، وبتفضل تخبط راسها في ازاز العربية علشان تكسره وتوصل للناس اللي جواها. وبتقدر الست دي ان هي تكسر الازاز فعلا. فبيحاول صاحب العربية ان هو يهرب منها، ولكنها بتمسكه وبتوقعه على الارض وبتعض في ايده. وبيفضل جيري يتابع اللي بيحصل حواليه، وبنشوف الشخص اللي اتعرض للعض وبيكون اتحول وبيكون شكله زي شكل الست اللي عضته، وبيتصرف زيها وبيكسر ازاز العربيات علشان يهجم على اللي فيها. فبيتحرك جيري واسرته بسرعة وبيركبوا في اقرب عربية، وبيسوق جيري العربية بسرعة علشان يهرب من المدينة. ووقتها بيهجم واحد من المتحولين عليهم من شباك العربية، ولكن كارين بتضربه برجلها وبتوقعه في الشارع. وبيقدر جيري يهرب بالعربية من المدينة بسرعة. وبيظهر ان ريتشي بتعاني من مرض الرعب، وبتكتب كارين ان هي سابت شنطتها اللي فيها علاج ريتشي في عربيتهم. فبيتحرك جيري بالعربية علشان يطمن على بنته، وبيجيله اتصال من مسؤول كبير في الأمم المتحدة اسمه تيري. وبنعرف هنا ان جيري كان بيشتغل محقق ميداني في الأمم المتحدة، ولكنه ساب شغله من فترة. وساعتها تيري بيطلب من جيري ان هو يرجع لشغله لانهم بيواجهوا كارثة، وبيطلب منه يعرفه بمكانه علشان يبعت له طيارة تاخده. فبيعرفوا جيري باللي حصل معاه هو واسرته، وبيقولوا ان هو هيجيب علاج لبنته الاول وبعدها يبلغوا بمكانه. وبعد ما جيري بينهي المكالمة بيروح على اقرب ماركت في طريقه، وبياخد جيري البندقية اللي لقاها في العربية، وبينزل هو وعيلته وبيدخلوا الماركت. وبتروح كارين مع بنتها كوني علشان تجيب اكل. اما جيري فبياخد ريتشي وبيروح الصيدلية عشان يجيب لها العلاج. وبعد ما بيجيب العلاج بيتفاجئ جيري ان بنته كوني بتصرخ، فبيجري عليها وبيلاقي 2 بيحاولوا يعتدوا على مراته، ولكن جيري بيضرب عليهم نار وبيتخلص منهم. وبعدها بيخرجوا من الماركت وبيتفاجئ ان العربية اتسرقت. فبتقترح كارين على جيري ان هم يروحوا يستخبوا في المبنى السكني اللي قدامهم. فبيوافق جيري وبيتحرك بسرعة على هناك. وساعتها بيتصل جيري بتيري وبيقول له على المكان اللي هو فيه. فبيعرفوا تيري ان هو يبعت له طيارة تاخده من فوق سطح المبنى السكني في وقت الشمس. وبعدها بيوصل جيري واسرته للمبنى وبيدخلوا وبيقفل جيري الباب وراهم، لكن المتحولين بيقدروا ان هم يدخلوا المبنى ويطلعوا وراهم على السلالم. ولكن جيري واسرته بيوصلوا لشقة اصحابها بيسمحوا لهم بالدخول علشان يستخبوا عندهم. واول ما بيدخلوا بيشغل جيري الراديو، وبيسمعوا كلهم بيان من مركز شرطة الولاية وبيطلبوا فيه من كل المواطنين ان هم يفضلوا في بيوتهم وما يخرجوش منها، وان هم يحاولوا يخزنوا اكل وشرب يكفيهم لمدة اسبوعين او اكتر. وده لان في فيروس مجهور انتشر في الولاية بيخلي الناس تتحول لوحوش بتهاجم البشر. وفي وقت شروق الشمس بيتحرك جيري واسرته علشان يطلعوا على سطح المبنى، لكن المتحولين بيهجموا عليهم وبيقدر جيري ان هو يقتلهم كلهم. لكن في واحد منهم دمه
وبيدخل جوه بق جيري، وفي اللحظة دي كارين بتكون وصلت للسطح مع بنتها وبتولع شعلة علشان الطيارة تعرف مكانهم، لكن بتتفاجئ ان جيري بيوصل للسطح وبيكون معاه ابن الناس اللي هم كانوا مستخبيين عندهم، وبيظهر ان اهله تعرضوا للعض وتحولوا، لكن جيري بعد ما بيقفل باب السطح وراه بيجري وبيقف عند حافة السطح، وده علشان لو اتحول بسبب الدم اللي دخل بقه فيضطر ساعتها ان هو يوقع نفسه من فوق السطح ويموت، وبكده هيحمي عيلته منه لو اتحول. وبيفضل جيري مستني علشان يتحول ولكنه ما بيتحولش، وساعتها بتوصل الطيارة وبيجروا كلهم علشان يركبوها، وبتاخدوا الطيارة على سفينة في البحر، وهناك بيكون تيري مستنيهم وبياخدوا معاه المكان اللي هيناموا فيه، وبعدها بيتكلم مع جيري وبيبلغوا ان الرئيس الامريكي مات، ده غير ان نائب الرئيس وعدد كبير من القضاة مفقودين. ووقتها جيري بيشوف اجتماع لدكتور متخصص في علم الفيروسات اسمه فيسباخ، وبيتكلم فيسباخ مع عدد من القيادات عن انتشار الفيروس على مستوى العالم، وبيقول لهم ان هو لازم يوصل لمصدر الفيروس علشان يقدر يعمل مصل مضاد له. وساعتها فيسباخ بيقول ان هم اطلقوا على المتحولين اسم الزومبي، وان اصل التسمية دي من معسكر في كوريا الجنوبية، وده لان المعسكر ده هو مصدر العدوى. ووقتها بيجي قائد القوات البحرية وبيقول لجيري ان هو عارف ان هو افضل محقق ميداني في الامم المتحدة، وعلشان كده هم يبعتوه مع فيسباخ على كوريا الجنوبية علشان يساعدوا في مهمته، لكن جيري بيرفض وبيقول لهم ان هو لازم يكون جنب عيلته، ولكنه ما بيكونش قدامه اي حل تاني علشان وجوده على السفينة ملوش لازمة، وبالتالي هيجي مكانه اي حد ممكن يساعدهم، فبيضطر جيري ان هو يوافق على المهمة. وبعدها بيروح لمراته بيعرفها باللي حصل وبيديها موبايله وبيقول لها ان هو هيكلمها كل يوم علشان يطمن عليها، وبعدها بيتحركوا بطيارة عسكرية وبيكون معاهم قائد فرقة قوات خاصة اسمه سبايك، وبيكون هو ورجالته مسؤولين عن حماية جيري وفاسباخ. وساعتها فاسباخ بيقول لجيري ان الفيروس ده لازم يسيب دليل وراه، وبمجرد ما هيلاقي الدليل ده هيقدر يصنع مصل مضاد. وبتكمل الطيارة رحلتها لحد ما بتوصل لكوريا الجنوبية، وبتنزل الطيارة على المدرج وما بيكونش في اي حد نهائي، وبعدها بيتفتح باب الطيارة الخلفي وبينزل جيري وفاسباخ وجنود القوات الخاصة، وبيكتبوا ان كل افراد المطار ماتوا وجثثهم مالية المكان، وبيكون جيري وفاسباخ معاهم اسلحة علشان يدافعوا بيها عن نفسهم. وفجأة بيظهر عدد كبير من الزومبي وبيهجموا على رجالة سبايك، وساعتها فاسباخ بيخاف وبيرجع علشان يدخل جوه الطيارة، ولكنه بيتزحلق وبيقع على الارض، وبتخرج من المسدس بتاعه رصاصة بالغلط بتيجي في دماغه وبتقتله. وبعدها بتيجي فرقة من الجنود المتمركزين في المعسكر وبيقدروا ان هم يأمنوا جيري وسبايك وبياخدوهم على القاعدة العسكرية، وهناك بيعرف جيري منهم ان الاصوات بتجذب الزومبي وان الرصاص ما بيقتلهمش، انما لو الرصاص اخترق رؤوسهم بيموتهم، والافضل من كل ده ان هم يولعوا فيهم. وبعدها جيري بيروح معاهم على غرفة بتكون محروقة بالكامل، وبيعرف منهم ان الغرفة دي فيها 16 جثة، وبيحكي واحد من الجنود لجيري ان الغرفة دي كانت عيادة والدكتور كان بيعالج فيها شخص مصاب بالفيروس ولكنه ما كانش لسه اتحول، واثناء ما هو بيعالجه الشخص ده اتحول وعضه، فتحول الدكتور لزومبي وهجم على زمايله وكلهم اتحولوا وبقوا زومبي زيه، وما كانش قدام الجنود غير ان هم يولعوا فيهم كلهم. وبعدها بيعرف جيري ان في ضابط مخابرات محبوس في القاعدة، وده لانه كان في مهمة سرية، ولكن لما شاف الزومبي جات له صدمة عصبية واتجنن، فبيروح جيري للضابط ده وبيتكلم معاه وبيلاقيه خلع كل اسنانه عشان لو اتحول زومبي ما يعضش اي حد ويأذيه. وبيقول ضابط المخابرات لجيري ان الدولة الوحيدة اللي قدرت تواجه الزومبي هي فلسطين، وده لانهم بنوا اسوار عالية جدا ومنعوا الزومبي من الوصول ليهم. وبيقترح عليه ان هو يسافر للقدس ويقابل شخص اسمه يورجن ويعرف منه التفاصيل، فبيقتنع جيري بكلامه وبيطلب من الفريق اللي معاه ان هم يتحركوا على القدس، ولكن بتكون قدامهم مشكلة وهي انهم لازم يملوا الطيارة بالوقود الاول، فبيتحركوا كلهم بالعجل لحد الطيارة علشان ما يعملوش اي صوت، ولكن كارين بتتصل بجيري علشان تطمن عليه، وساعتها صوت الموبايل بيجذب الزومبي ناحيته هو واللي معاه، فبيجروا كلهم على الطيارة بسرعة، وبيكون في مجموعة من الجنود موجودين فوق مبنى عالي وبيضربوا الزومبي بالنار وبيقتلوه. وبيتحرك واحد من الجنود بشاحنة الوقود من طريق تاني وبيقدر يعبي خزان الطيارة، وفي اللحظة دي جيري بيكون وصل للطيارة وبيركب جنب الطيارة وبيتحرك في طريقهم للقدس. واثناء الرحلة جيري بيتصل بكارين وبيخبي عليها اللي حصل وبيطمنها عليه وبيعرفها ان هو رايح على فلسطين علشان يكمل مهمته هناك. وبعدها بيوصل جيري للقدس وهناك بيقابل يورجن واللي بيكون واحد من قيادات جيش الاحتلال، وساعتها جيري بيسأله هو ليه اصدر امر ببناء اسوار عالية، فبيقول له يورجن ان هما شافوا مقال كاتب هندي وعرفوا ان الزومبي ظهروا في الهند، فقرروا قيادات
جيش الاحتلال ان هم لازم ياخدوا خطوة استباقية، وده علشان ما يكرروش الغلطة اللي اتسببت في هزيمتهم من المصريين في 73. وده لما كانت بتجيلهم المعلومات وما كانوش بيدوها أهمية لأنهم كانوا واثقين ان محدش يقدر يهزمهم مهما حصل. فبيستغرب جيري ان يورجن قرر ان هو يبني السور بناء على معلومة مش مؤكدة، ولكنه بيسكت وما بيتكلمش. وبعدها بياخدوا يورجن وبيروحوا على السور اللي بنوه حوالين مدينة القدس، وبيكون كل الناس اللي موجودين داخل الأسوار مبسوطين وبيغنوا بصوت عالي، والصوت ده بيجذب انتباه الزومبي اللي بيكونوا موجودين بره السور. وساعتها بيتجمعوا عند السور وبيعملوا سلالم بأجسامهم وبيتسلقوا، بيقدروا ينطوا من فوق السور وبيهجموا على كل الناس اللي في المدينة. وبيحاول جنود الاحتلال ان هم يقتلوا الزومبي، ولكن الزومبي بيهجموا عليهم وبيعضوهم. وساعتها بيلاحظ جيري ان الزومبي بيجروا من جنب راجل عجوز من غير ما يهجموا عليه، وبعدها بيجري مع سيجي وبيمشوا من ممرات بين البيوت. لكن الزومبي بينطوا عليهم وبيمسكوا جند علشان يعضوه، ولكن الجند بيطلع قنبلة وبيفجر نفسه فيهم. وبعدها بيكمل جيري في طريقه للمطار، وبيظهر قدامهم عدد كبير جدا من الزومبي في الشارع. فبيدخل جيري واللي معاه جوه اقرب ممر ليهم وبيهربوا. وقتها جيري بيشوف على الناحية التانية شاب بيعدي الزومبي من جنبه ولا كأنهم شايفينه. فبيفكر جيري ان في حاجة معينة في الراجل العجوز والشاب ده، والحاجة دي بتخلي الزومبي ما بيقربوش منهم. وفي اللحظة دي واحد من الزومبي بيهجم على سيجي وبيعضها في ايديها. فبيطلع جيري سكينة وبيقطع ايد سيجي علشان الفيروس ما ينتشرش في جسمها وتتحول لزومبي، وبيفضل مستني قدامها علشان يشوفها هتتحول ولا لا. ولما بيطمن ان هي مش هتتحول بيربط لها ايديها وبيروحوا على المطار. وهناك بيتفاجئوا بان الطيارة على وشك الاقلاع، فبيجري هو واللي معاه على الطيارة بسرعة وبيوقفوها. وبعدها بيركب جيري وسيجي الطيارة، وبيتصل جيري بتيري وبيعرفه باللي حصل، وبيطلب منه ان هو يقوله على عنوان اقرب منشأة طبية. ولما بيسأله تيري عن السبب بيقوله ان هو مفيش وقت يشرح له. فبيوافق تيري وبيطلب منه يدي التليفون للطيار. وبعدها الطيار بيعرف جيري بالمكان اللي هم هبطوا فيه، وبيقوله على عنوان المنشأة الطبية اللي هناك. وبعدها المضيفة بتكون عند مخزن الطيارة، ولما بتفتحه بيهجم عليها الزومبي وبيعضها. وساعتها جيري بيسمع صوت جاي من عند مؤخرة الطيارة، فبيقوم علشان يشوف ايه اللي حصل. وبيتفاجئ لما بيلاقي الركاب اللي في مؤخرة الطيارة تحولوا لزومبي، فما بيطلعش اي صوت. وبعدها بيطلب منهم يجيبوا الشنط علشان يعملوا بيها حاجز بينهم وبين الزومبي، ولكن واحد من الركاب بيوقع شنطة وبيجذب انتباه الزومبي، فبيتحركوا بسرعة وبيهجموا عليهم. وساعتها بيتحول كل الركاب لزومبي. فبياخد جيري قنبلة من سيجي وبيفجر جزء من الطيارة. وساعتها الزومبي كلهم بينسحبوا بره الطيارة، وبتقع الطيارة وبتتصدم بالارض وبتتدمر. وبيكون جيري وسيجي لسه عايشين ولكنهم مصابين، فبيتحملوا على نفسهم وبيمشوا سوا لحد ما بيوصلوا للمنشأة الطبية اللي تيري قال لهم عليها، وبيغمى عليهم هما الاتنين. ولما بيوصل خبر وقوع الطيارة للقيادة في السفينة بيعتبروا ان المهمة دي فشلت. وساعتها بينقلوا عائلة جيري من السفينة لمكان مخصص للاجئين. وبنروح لجيري اللي بيفوق وبيلاقي نفسه جوه المنشأة الطبية، وبيعرف من الأطباء اللي هناك ان هم عالجوا إصابته، وان هو فضل فاقد الوعي لمدة 3 أيام. ولكنهم بيكونوا عايزين يعرفوا هو مين وايه السبب اللي خلاه يجي عندهم. فبيطلب جيري من واحد منهم ان هو يتصل بتيري من التليفون اللي معاه. واول ما تيري بيرد بيعرف الأطباء بنفسه وبيعرفهم بهوية جيري. ولكن جيري بيتضايق لما بيعرف ان عيلته سابت السفينة، ولكن تيري بيأكد له ان هم في مكان آمن. وبعدها تيري بيتكلم على الأطباء اللي في المنشأة وبيطلب منهم فيروس لمرض مميت ولكن يكون قابل للعلاج. وبيعرفوا ان هو هيستخدم الفيروس ده ضد الزومبي، وده لان الزومبي مش بيتعرفوا على اي شخص مريض وبيعدوا من جنبه من غير ما يهجموا عليه. وبيقول لهم ان هو شاف ده بيحصل قدام عينه مع راجل عجوز وشاب مريض. لكن جيري بيعرف من الأطباء ان المعمل اللي فيه الفيروسات مليان بالزومبي، وده لان كل الأطباء اللي فيه اتحولوا لزومبي. وبيعرف ان في ممر بيوصل للمبنى اللي هم فيه بالمعمل اللي فيه الفيروسات، ولكنهم قافلين الباب نهائي علشان محدش يعدي منه. فبيقرر جيري ان هو يروح للمعمل، وبتروح معاه سيجي وواحد من الأطباء علشان يعرفهم طريق المعمل. وبعدها بيخرجوا من باب المبنى وبيتحركوا في طريقهم للمعمل، ولكن الدكتور بيعمل صوت بالغلط. وساعتها الزومبي بيجروا عليهم، فبتضطر سيجي ان هي تضرب واحد منهم بالنار. وطبعا الصوت بيجذب عدد اكبر من الزومبي، فبيجروا كلهم علشان يهربوا. لكن جيري بيعمل صوت بالحديدة اللي معاه، وده علشان يجذب الزومبي ليه هو ويدي فرصة لسيجي والدكتور ان هما يرجعوا للمبنى. وبعدها بيجري جيري بسرعة لحد ما بيوصل عند المعمل وبيدخله، وبياخد كل الفيروسات اللي قدامه وبيحطهم جوه علبة. ولكن بيتفاجئ بان واحد من الزومبي واقف قدام الباب، فبيضطر ان هو يحقن نفسه فيروس علشان
علشان يعدي من جنبهم وما يحصلوش حاجة، فبيقرر ان هو يعتمد على الحظ وبيختار فيروس وبيحقن نفسه بيه، وبيفضل مستني لحد ما مفعول الفيروس ينتشر في جسمه، وبعدها بيفتح باب المعمل والزومبي بيعدوا من جنبه من غير ما يهجم عليه. وساعتها الأطباء بيفرحوا جدا بفكرة جيري، وبعدها بيروح جيري عند مكنة المشروبات الغازية وبيفتحها علشان علب المشروبات تقع على الأرض وتعمل صوت، وساعتها بيجري عليه كل الزومبي اللي موجودين في المكان، ولكن جيري بيمشي وسطهم من غير ما بيحسوا بوجوده. وبعدها بيروح جيري عند عيلته في مخيم اللاجئين وبيكونوا مبسوطين جدا برجوعه. وبعدها بتصنع منظمة الصحة العالمية كميات كبيرة من فيروس معين، وبيتوزع الفيروس ده في كل أنحاء العالم، وبتقدر الدول إن هي تستدرج الزومبي لأماكن بعيدة وبيتخلصوا منهم، وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتنزل دلوقتي تشترك في القناة علشان نكمل ال1000 مشترك، وما تنساش تصلي على النبي.